السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا كاملين في احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي البسيطه. اليوم ان شاء الله تعالى وبحول الله غادي نشارك معكم كيكه ديال الحامض بالكريمه. ديال الحامض كتجي زوينه بزاف لا شكلا ولا مذاقا. كنتمنى تنال اعجابكم هذه الوصفه. لعشاق الحامض غادي تعجبكم هذه الوصفه. نبداو ان شاء الله في المقادير ديال الكيكه. اول حاجه عندي هنايا 3 البيضات بحراره الغرفه، درت معاهم قبيصه ديال الملحه لتعديل الذوق. غادي نضيف عندي هنايا نص كاس ديال السكر، وبطبيعه الحال الحلاوه كتبقى حسب الذوق. غادي نضيف ساشي د الفاني. غادي نخلطوا دابا هاد المكونات غير بالضراب اليدوي. غادي نضيف هنايا كاس معامر ديال الزيت، وغادي نستعمل في الخلط. نضيف هنايا قشور ديال الحامضه. غادي نعاود نخلطو. نضيف هنايا عصير ديال الحامضه ونعاود نخلط. غادي نبداو دابا في اضافه الدقيق شويه بشويه بطبيعه الحال، راه مغربل من قبل. بسم الله. نعاود نخلط. ضفت هنايا 2 معالق ديال الطحين كيف ما شفتوا معايا هنايا. غادي نعاود دابا نخلط. هاد الكيكه هذه راه كتجي زوينه في المذاق ديالها، نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر في التعاليق. نضيف هنايا 2 خمارات ديال الحلوى. نعاود دابا نخلط هاد الخميره هذه. دابا هنايا علبه ديال اليوغورت بالنكهه ديال الفاني، وغادي نستمر في الخلط. بالنسبه لهاد اليوغورت هذا كنخليه حتى الاخير باش كيبقى المذاق ديالو باين في الكيكه. ها هو القوام اللي حصلنا عليه كيجي بهذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نديروا الكيكه ديالنا في المول. انا اختاريت المول العجيب ودهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. غادي ندخلوا دابا الكيكه ديالنا للفران يكون بارد، نشعلوا عليها غير من التحت حتى طيب ان شاء الله وتحمر، ونرجعوا ان شاء الله باش نحضروا الكريمه معاكم. من بعد ما طابت لينا الكيكه غادي نصايبوا دابا ان شاء الله الكريمه. كنحتاجوا ليه هنايا 2 كيسان ديال الحليب. عندي هنايا تقريبا 2 معالق ديال السنيده، والحلاوه كتبقى حسب الذوق. عندي هنايا 2 معالق ديال الكريم باتيسير، وعندي هنايا نصف عصير حامضه. غادي نضيف هنايا فلون هذا العادي هذا ديال درهم. غادي نحركوا دابا هاد العناصر هادو مزيان ونخليوها حتى تعقد ونتلاقاو ان شاء الله. ها هي الكيكه ديالنا خرجت من الفران، شوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي زوينه ما شاء الله. كنتمنى تجربوها. الكريمه ديالنا كتصب على هذا الشكل هذا، راه كتجي عاقده وتتجي بنينه. غادي نصبوها هكا فوق الكيكه وغادي نديروها ان شاء الله تبرد في الثلاجه، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. رجعت لكم في الشكل النهائي ديال الكيكه. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي، راه كتجي زوينه لا في الشكل ولا في المذاق. كنتمنى تنال اعجابكم. غادي نقطع معكم دابا مورسو باش تشوفوا كيفاش كتجي الكريمه. راه كتجي زوينه هاد الكيكه. كنتمنى فعلا تجربوها وتردوا عليا الخبر في التعاليق. ما تنساونيش من تعاليقكم الجميله اللي كتخليني نعطي في الوصفات اكثر واكثر. شكرا لكم على الدعم ديالكم. نتلاقاو في فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.